وارجو ان حضراتكم تنتبهوا معايا كده، لان ما بين السطور مهم جدا. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيفتتح مجموعه من المشروعات، اعتقد عدد المشروعات وصل ل 21 مشروع نفذتهم القوات المسلحه، وتم افتتاح النهارده بمناسبه احتفال القوات المسلحه ومصر بيوم الشهيد ويوم المحارب القديم زي ما قلت لحضراتكم. ومع ال 21 مشروع الجديد اللي نفذتهم القوات المسلحه كمان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد المشير طنطاوي، يعني مسجد نفذته القوات المسلحه وحطت عليه اسم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق. والحقيقه اللقطه دي مش دي النقطه اللي هكلمكم فيها، يعني التصريح بتاع السيسي، بس اللقطه دي مهمه في فكره بس ان هو ده الجيش المصري وهي دي القوات المسلحه المصريه. شوف الذكاء في تكريم المشير طنطاوي وتدشين جامع باسمه، معناها انه القوات المسلحه اولا لا تنسى ابنائها، اثنين ان القوات المسلحه سلسله متسلسله منظومه ما فيهاش خونه وما فيهاش عملاء وما فيهاش كل من تولى الجيش المصري وطنيين وكل يسلم الرايه لمن يليه. الكلام ده عشان الفتره التي ادار فيها المجلس العسكري اللي كان برئاسه طنطاوي ومعه المشير عنان وقتها الفريق عنان، والانتقادات وقال لك ان طنطاوي سلم البلد للاخوان وطنطاوي وكذا وكذا، ايا كان، لان دي كانت اداره سياسيه للبلاد، ما كانتش اداره عسكريه، دي كانت اداره سياسيه. وطالما دخلنا في السياسه في الاداره السياسيه لاختلاف وجهات النظر بقى ممكن تفتح لبكره. اقول لكم انا عجبتني اداره طنطاوي عنان للبلاد، ما عجبتنيش اداره طنطاوي عنان السياسيه للبلاد، كان ممكن يحصل كذا، ما كانش، كل دي اختلافات سياسيه. لكن فيما يتعلق بالوطنيه، الرد النهارده من الجيش ومن الرئيس السيسي انه ما حدش يتكلم عن وطنيه اي حد كان على راس المؤسسه العسكريه المصريه، فعشان كده لقطه في منتهى الذكاء. لكن التصريح اللي قاله النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ان وفد الكونجرس الامريكي اللي كان عنده من يومين، انتوا عارفين كان في وفد من الكونجرس الامريكي جه وقال كلام حلو، وقال ان احنا جايين ندعم مصر وان احنا كاولاد متحده امريكيه لا يمكن ان نمتلك رفاهيه ان نخسر دوله محوريه واستراتيجيه زي مصر، واهم شريك للولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط هو مصر. كلام زي الفل، كلام زي الفل، لكن احنا واخدين ان احنا ما بناخدش من امريكا غير كلام زي الفل، اما الافعال فعسل اسود بعيد عنكم. المهم النهارده بقى كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي انه في الحوار اللي دار بينه وما بين وفد الكونجرس الامريكي، وفد الكونجرس الامريكي قال له على سبيل الخوف والنصيحه وان هم بيحذروه يعني عشان ياخد باله، ده هو الرئيس اللي قال كده. وفد الكونجرس قالوا له على سبيل النصيحه والتحذير انه ياخد باله، خلي بالك يا سياده الرئيس، انت مستهدف وخلي بالك لا يحصل لك زي اللي حصل للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عندما اغتالته الجماعات الإسلامية في بداية الثمانينات. فرد عليهم وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لهم الأعمار بيد الله، وأنا ما بخافش لأن ما فيش حد هينهي حياتي وهينهي عمري قبل الأجل والموعد والكتاب اللي ربنا محدده لي، فأنا شغال وبخدم بلدي وأجري على الله وما بقلقش لأن الأعمار العمر واحد والرب واحد. رب السيسي رد عليهم قال لهم كده لحد كده زي الفل. والسيسي النهارده قال الحوار ده كده زي ما هو، لحد كده خلص كلام الرئيس السيسي ويبدأ كلام انا. الكلام اللي قاله وفد الكونجرس، الكلام طبعا الرد بتاع الرئيس السيسي ولا كلمه عليه زي الفل، طبعا الاعمار بيد الله، وان الواحد لو خاف لا هيشتغل ولا هيخدم بلده ولا يقعد في بيته، وحتى لو كنت في بيتك الموت لن يخطئك يعني، سيدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. صدق الله العظيم. فرد الرئيس السيسي ممتاز، ما اعرفش هم بقى يفهموه ولا ما يفهموش، لكن المهم ان هو صح. لكن هو الكلمه اللي قالوها دي للرئيس السيسي هم قالوها على سبيل النصيحه والخوف عليه وان هم بيحذروه لا يكون يعني في استهداف وكذا. بس الحقيقه انا اريها اكتر من انها خوف ونصيحه وتحذير، اريها اكتر هو فيها نوع من انواع التهديد. دي قراءتي الشخصيه، تختلف وتتفقوا معايا انتوا احرار، لكن فيها قدر من نوع من انواع التهديد الواضح. ومع هذا التهديد اللي واضح انه ما جابش نتيجه وما لقاش سكه مع الرئيس السيسي وقال لهم لا 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 هو العمر واحد والرب واحد،
حد يستهدفني، حد عايز يقتلني، حد مش عارف كذا، لن اموت الا عندما يكتب الله لي الوفاء. فول ستوب. لكن هو التهديد اعتقد انه كان مقصود من الاداره الامريكيه، اللي هي بيقولوا له ما تزودهاش قوي. انت بتعمل مؤتمر اقتصادي، عملت 30/6 اساسا وثوره 30/6 وبيان 3/7 وكذا على عكس رغبتنا، وده طبعا واضح. امريكا لحد النهارده مش مبسوطه باللي حصل في مصر، لان هم كانوا مراهنين على الاخوان وبيستثمروا الاخوان وعملاء الاخوان وبتاع وكذا. فعملت 30/6 و3/7 على غير رغبتنا. بتعمل استقلال في القرار الوطني على غير رغبتنا. بتخرج من التبعيه الامريكيه ومن العباءه الامريكيه وبتفتح علاقات مع روسيا ومع الصين ومع مش عارف كوريا الجنوبيه ومش عارف ايه على غير رغبتنا. بتبني بلدك وبتقوي اقتصادك ومش عارف ايه على غير رغبتنا. بتحارب الارهاب اللي احنا كنا سبب في توطينه في سيناء وجماعات الاخوان وبتاع على غير رغبتنا.